ممكن جدا. يلا نعمل ريفيو عن الكونسيلر ده من ارت سكان. انا كنت اول مره اجربه، اشتريته في الاوردر بتاع نون، عملت له انبوكسنج معاكم وجبت منه درجتين، 02 وزيرو 3. بصوا الدرجات كل ما بتعلى كل ما بيغمق، يعني 03 اغمق من 02، بس الفرق ما بين الدرجه والتانية بسيط جدا، يعني انت مش هتعرفي تفرقي ما بينهم اصلا. يعني في الحقيقه الاتنين هما درجات فاتحه، انا جايباها للتنوير عموما، بس عشان وانتي بتشتري تبقي حاطه في دماغك النقطه دي وتعرفي تحددي الدرجه اللي انتي محتاجاها. سعر كل واحد كان رينج ال50 جنيه تقريبا. نجربهم بقى. بصوا انا جربتهم قبل كده عشان ابقى امينه يعني معاكم. بس كنت بحط كونسيلر عادي درجتي، وبحطه بس كتنوير، فما جربتش ان انا اعتمد عليه اعتماد كلي ان هو ده الكونسيلر اللي يكون تحت عيني، فما شفتش التغطية بتاعته لوحده عامل ازاي. هنكتشف بقى ده مع بعض. انا هاخد 03. عايزة اوريكم بس شكل الابليكيتر بتاعته. هي كبيرة مش صغيرة، وليه ريحة اللي هي ريحة ميك اب، ريحة لوشن، يعني حلوة. يعني انا بالنسبة لي مش مضايقاني. اللي انا لاحظته قبل كده هو تقيل مش خفيف، يعني القوام بتاعه مش سايل. بصوا. واللي لاحظته قبل كده لما كنت بحطه علشان انور بيه ان هو الدمج بتاعه سهل. انا هجرب في العين دي احطه وادمجه على طول، وهجرب في العين التانية عشان ده برضو ما جربتوش قبل كده، ان انا احطه واستنى شوية اشوف الكفرج بتاعته هتبقى اعلى من الناحية دي ولا لا. هو مكتوب عليه ان هو بيقعد 16 ساعة. وهو الحجم بتاعه 10 ملي. بغض النظر بقى عن الدرجة، بس انا زي ما قلت لكم انا جايباه للتنوير، مش ان انا احطه على عيني كلها يعني. يدوبك باخد منه كام نقطة انور بس افتح الكونسيلر اللي انا حاطاه. بس انا بوريكم الفورمولا بتاعته، بنشوف التغطية بتاعته. سيبكم بقى من الدرجة بتماتش معايا ولا لا. بصوا هو الدمج بتاعه سهل جدا، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه من شوية. بيتفرد معاكي بسهولة، مش هيغلبك ولا حاجة. بس هو التغطية بتاعته على المراية مش عالية، يعني التغطية بتاعته من بسيطة لمتوسطة. ف مش عارفة باينة عندكم ان لسه في غمقان هنا ولا لا. بس هو توتالي حلو، يعني كفرد وكدمج وكتغطية بسيطة في مناسبة عادية في حاجة يومية، لا هيبقى حلو اوي، انتي مش محتاجة اكتر من كده يعني. اتأكدت ان مفيش خطوط قبل ما اثبت باللوس باودر. كل ده انا سايبه هنا ينشف شويه. عايزه اقول لكم بعد ما ثبت الموضوع اختلف تماما. حاسه ان هو شكله حلو قوي على البشره. يمكن هي الحته دي زي ما قلت لكم اللي مضايقاني، انها غامقه اكتر من الباقي. يعني انا لو حاطه هنا كونسيلر اغمق قبله، او حاطه كوريكتور على خفيف وحطيته، يعني هيبقى كل ده متوحد الدرجه وشكله ناعم وحلو قوي. نجرب بقى الناحية دي ونشوف هيبقى أصعب في الدمج. هتحتاجي مثلا ترشي فاكس سبراي الأول ولا لأ، التغطية بتاعته هتعلى ولا ايه الدنيا. أنا حاسة إن هو مسك نفسه أكتر من الناحية دي. يعني هنا بمجرد ما حطيت السبونج لو تاخدوا بالكم هو فرش، يعني كان بيتوزع بسهولة. نقطة صغيرة بتفرش معاكي مكان كبير. أنا هنا حاسة إن هو بقى مركز أكتر مع إني حاطة نفس الكمية. بصوا. بتعلى، التغطية بتعلى بيتقل. انتوا شايفين ايه؟ وانا لسه ما ثبتش الجزء ده. انا اللي شايفاه على الكاميرا وعلى المراية ان التغطية بتاعته بقت اعلى، وفي نفس الوقت مش صعب في الدمج. يعني برضو مع الفرد الموضوع كان سهل، لان في حاجات لما بتسيبيها شوية ما بتتحركش، يعني بتتحرك بصعوبة جدا وبتعلم، يعني بيعلم مكان الكونسيلر.
بصوا انا الهالات عندي مش قويه، اللون بتاعها مش غامق قوي، فلما حطيت الكونسيلر هنا واستنيت شويه الكفرج بتاعته عليت، فانا حاسه ان الجزء الغامق اللي هنا مش مضايقني، حاسه ان هو مش محتاجه بقى احط كونسيلر غامق او كوريكتور او ايا كان، لان هو متوحده عادي حلو، مش باينه قوي زي هنا. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. ف... فروحوا اشتروه. مش عارفه، مش لاقيه في حاجه اقول لكم ان هو مش حلو عشانها. هو حلو، هو تغطيته مش فول كفرج، مش خطير يعني في التغطيه، بس كسعر كحجم كدمج كشكل. حتى انا لما حطيته كذا مره قبل كده كنت بحطه كتنوير، ببقى حاطه كونسيلر تاني تحته، الثبات بتاعه كان حلو جدا، انا قعدت بيه اليوم كله فحلو.